قلت لكم ان احنا هنتكلم النهارده عن المونديال وعن الافكار اللي جات لي خلال المونديال. بس احنا النهارده مش هنتكلم كمحللين للكوره، ولكن هتكلم ككوتش، كلايف كوتش بقالي فتره في المجال. فحابه اتكلم معاكم عن الحاجات اللي طلعت لي خلال ما كنت بشاهد المباريات مع اولادي. بصراحه انا ماليش في الكوره قوي، ولكن ولادي بيعشقوا الكوره. كان دايما شبابهم قاعدين بيتفرجوا، كنت بحب اقعد اتفرج معاهم. فده خلاني اشوف واسمع منهم حاجات وانتبه لحاجات مختلفه. خلينا بقى ندخل في الموضوع. اول حاجه وانا بتفرج على المباريات جه في دماغي حاجه كنت دايما بشوفها وبسمع عنها خلال المحللين اللي كانوا بيحللوا ماتشات الكوره والكلام ده كله. كنت بسمع عن جون كابتن مجدي عبد الغني. كانوا دايما بيقولوا ان هو الجون المميز، الجون اللي مش عارفه ايه. دايما في اي مناسبه عن كاس العالم كانوا بيجيبوا سيره جون كابتن مجدي عبد الغني. فحبيت كده، استفزني الموضوع. فقلت اما لقيت اللعيبه الجمال بتوعنا اللي احنا كلنا فخورين بيهم وكلنا فخورين بالاداء اللي كانوا بيأدوه واللي وصلوا له، بالرغم من ان احنا زعلانين برضو ان هم ما قدروش ان هم يكملوا او ما وصلوش وما كملوش. ولكن مش كل فشل بيتقال عليه فشل، او مش كل خساره بنقول عليها خساره. لا، في اوقات الخساره بتبقى اكبر نجاح. النهارده احنا هنعرف يعني ايه الخساره هي نجاح. عايزه اكمل لكم موضوع كابتن مجدي عبد الغني. فاستفزني الموضوع ده، قلت اما ادخل اشوف الجون ده جه سنه كام. انتوا متخيلين ان جون كابتن مجدي عبد الغني اللي كان دايما بيحلفوا بيه كان سنه كام؟ كان سنه 1990. 1990 يعني 36 سنه. من 36 سنه ما كناش عارفين نطلع كاس العالم ونأدي الاداء الرائع اللي احنا اديناه. لما شفت وعرفت ان اخر كاس عالم قدرنا ندخله كان سنه 1990، واخر واحد كان 2018، ولكن ما قدرناش نطلع او نمثل مصر فيه، فخرجنا بدري قوي. عرفت قد ايه او ليه هم كانوا متحمسين جدا، متحمسين جدا للعب والكاس العالم، والناس كلها كانوا حابين يتفرجوا. ليه؟ علشان كانوا متعطشين للمباريات، متعطشين لكاس العالم. وكمان لما شفنا الاداء الحلو بتاع اللعيبه، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان سقف توقعاتنا عالي جدا. لما سقف توقعاتنا عالي، طموحاتنا عليت، مع ان في البدايه ما كناش متوقعين ان ده يحصل. شفنا اداء جيد، اداء رفع من المعنويات بتاعتنا ورفع طموحاتنا، خلانا نطمع في الوصول لمراحل اعلى واعلى واعلى. خليني بقى اقول لكم بقى خلال اما كنت قاعده مع ولادي بتفرج على الماتشات، ايه اللي انا انتبهت له خلال المشاهدات بتاعتي، او ايه اللي انا بصيت له بطريقه مختلفه شويه. ولو حد بيسمعني دلوقتي عايزه اعرف انتوا كمان شفتوها كده ولا لا. خلونا نبدا باول حاجه خالص احب ابداها معاكم، هي كابتن محمد هاني. محمد هاني من اللعيبه المهريه حلوه جدا، كان مقاتل في الملعب، كان بيلعب حلو جدا جدا جدا. ولكن خليني اقول لكم حصل معاه موقفين مش حلوين. كل السوشيال ميديا اتكلموا عنه الفتره اللي فاتت. اتكلموا عن ايه، او ايه الموقف الاول. الموقف اكيد كلكم عارفين لان كان طالع ترند على السوشيال ميديا، اللي كان بيوجه له هجوم او بيتكلم عنه بطريقه فيها استخفاف شويه. لانه عمل ايه؟ لانه جاب جونين عكسيين، يعني دخل الجون في مرمى الفريق بتاعه. عمل حاجه يعني عمرها ما حصلت في كاس العالم وما حدش سمع عنها قبل كده، ومش عملها مره، ده عملها مرتين. فكانت حاجه عجيبه جدا. ولكن خليني اقول لكم الموضوع ده لفت نظري لحاجه عجيبه جدا. محمد هاني لو ما كانش حصل معاه اللخبطه دي، لو السيناريو مشي زي ما هو كان حابب، هو اكيد كان حابب ايه؟ اكيد كان حابب ان هو يسدد في جون او في مرمى الفريق التاني. ولكن اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان هو سدد في مرمى الفريق بتاعه. فلو تخيلوا معايا كده، لو ما كانش حصل ده كان ايه اللي هيحصل؟ لو ما كانش يسدد وما كانش مكتوب له ان هو يجيب اجوان خالص. هو طبعا مش مكتوب له،
مش مقسومه له ان هو يسدد في مرمى الفريق المنافس، ان هو يجيب جون فيهم، ولكن كان مكتوب له حاجه تانية خالص. اللي كان مكتوب له، كان مكتوب ان هو اسمه يترفع، يتسمع عنه اكتر عالميا. كان مكتوب له ان هو يطلع ترند على السوشيال ميديا ويتشهر اكتر. كان مكتوب له تبان المهارات بتاعته اكتر. فكابتن محمد هاني اول حاجه لفتت نظري، لان كان ساعه ما جاب الجونين كانت الدنيا مقلوبه عليه، تريقه على كومنتات سلبيه، ولكن انا شفتها بطريقه عكسيه. ايه ده؟ تخيلوا كده، لو ما كانش كل ده حصل، لو ما كانش عمل كده، ما كانش الناس بدات تتكلم عليه، ما كانش حد هيبص ويراقبه اكتر ويحللوا لعبه خلال الماتشات والمباريات. يعني من الاخر، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني هو كان في نظر الناس كلها حاجه سلبيه، حاجه مش لطيفه. غلط، وما غلطش مره، ده غلط مرتين. عملها مرتين. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، طلع ترند، الناس اتكلمت عنه، لفت الانظار. اداؤه كان رائع، كان مقاتل في الملعب، ما كانش بيخلي كوره تفوت منه. فاداؤه كان رائع، استحق ان هو يطلع ترند. الدرس اللي انا اتعلمته بقى من النقطه دي، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طب خلونا نشوف بقى الشخصيه اللي معانا، اللي حابه اتكلم عليها اكتر واكتر واكتر، الكينج. الكينج مين؟ الكينج بالنسبه لي كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن حد دؤوب، صبور، متمكن من ادواته. بس خليني اقول لكم برضو ان هو كان بيتعرض لانتقادات. فسواء انتوا اللي بتسمعوني بتحبوه او لا، بتحبوا اسلوبه او لا، ايا كان، احنا مش هنختلف على الحاجات الجميله اللي عنده، مش هنختلف على الاداء بتاعه، ادواته اللي استخدمها مع اللعيبه وخرج منهم حاجات حلوه كتير. كابتن حسام حسن، خليني اقول لكم انا اتعلمت منه ايه. كابتن حسام حسن عمل حاجه جميله جدا، انه عنده وضوح، عنده وضوح بدرجه كبيره، وشجاعه. اي حد عنده شجاعه، ومش اي حد عنده وضوح بالشكل ده. شكل يعني بجد يعني لفت نظري جامد جدا. خليني اقول لكم عمل ايه. عمل حاجه مش كتير يقدر يعملها، مش كتير يفكر ان هو يعملها. رفع علم فلسطين في الملعب في امريكا، واتكلم كمان على الفلسطينيين في اللقاء بعد الماتش، ووضح افكاره ومبادئه وقيمه، وما خافش منها، وما هموش هو بيتكلم فين عن الحاجات دي. اتعلمت منه حاجات كتير. اتعلمت ما نخافش من الحاجات اللي احنا بنفكر فيها، من مبادئنا، من قيمنا، من افكارنا. ما نخافش ان حد يقول الفكره دي مش حلوه مثلا. كلها حاجات لفتت نظري قد ايه شخص عنده وضوح، وما خافش من الوضوح ده. بالعكس، الوضوح ده ضاف له كتير. القيم اللي هو وضحها وطلع بيها خلت اسمه يرتفع اكتر واكتر، خلت قد ايه الناس بقت فخوره بيه، والناس بقت تتكلم عليه اكتر. فده يعلمنا ايه؟ يعلمنا ان احنا ما نخافش خالص، ما نخافش ان احنا نتكلم على القيم بتاعتنا، عن مبادئنا، عن افكارنا ومعتقداتنا اللي احنا مؤمنين بيها. كنت اسمع كتير من ناس على السوشيال ميديا او في لقاءات، اما بتتسأل عن حاجه فيها جدال او فيها خلاف، سواء مثلا يسالوها انت بتشجعي ان فريق، او مثلا ايه رايك في الموقف السياسي الفلاني، كانوا يخافوا يردوا او يخافوا يتكلموا. لا، أنا الموضوع ده انا ما بحبش اتكلم فيه، لا ماليش راي في الموضوع ده. ليه ليه ما ابان بطبيعتي، ابان بطريقتي، بافكاري، بمبادئي، اوضحها. ممكن نقول ان هو خوف اكتر، ان الحاجات دي ممكن تأثر على اسمهم، ناس ممكن تختلف عليهم، كانوا بيحبوهم فجأة ما يبقوش بيحبوهم. ولكن هنقول ان في الاخر الدرس المهم اللي اتعلمناه من اللي حصل، ان احنا محتاجين ان احنا نكون اوضح في افكارنا ومبادئنا ومشاعرنا وكل حاجه. يعني كابتن حسام حسن كان مثال رائع للموضوع ده. طب خليني بقى اقول لكم كمان اتعلمت ايه بقى من كابتن حسام تاني. اتعلمت حاجه مهمه جدا. خليني اقول لكم ان كابتن حسام اختار لاعب اسمه زيكو، عنده 29 سنه. زيكو كابتن، ولكن سنه كان كبير، وما شاركش في ماتشات، او ما عندوش خبره
عشان يتاخد فيه كاس العالم، وكان عليه انتقادات كتير جدا وناس كتير هاجمت كابتن حسام ان هو جاب زيكو، ولكن كابتن حسام أصر على رأيه. هو الخلاف كان على ان هو ساب ناس كانوا مشاركين قبل كده ودخلوا قبل كده عندهم خبرة، فليه سبتهم واخدت كابتن زيكو وهو كبير وما عندوش الخبرة دي وما دخلش او ما احتكش بيه في مباريات كتير زي ناس تانية افضل منه كتير. هو أصر واخده، واظن كلنا شفنا زيكو عمل ايه وكام كام جون في المباريات. ده دليل على ايه؟ دليل على ان احنا لما نكون شايفين حاجه صح مهما كانت الاعتراضات ومهما كانت الانتقادات ومهما كانت الشكوك اللي احنا بنتعرض ليها، ان احنا يكون عندنا ايمان بافكارنا بالحاجه اللي احنا شايفينها. كل ما هيكون عندك ايمان بالحاجه اللي انت شفتها وسديت ودنك عن اي حاجه بتتقال وركزت على اللي انت بتعمله، خلاص الموضوع انتهى. تخيلوا كده لو كابتن حسام كان مثلا قعد سمع كل الكلام اللي اتقال السلبي وفضل بقى يفكر فيه شك في اختياره، شك ازاي صحيح انا اخترت زيكو، كان فلان احسن وفلان احسن. اسماء كتير كان بتتعرض على قنوات في الناس اللي كانت بتحلل المباريات كانوا بيقولوا اسماء تانية كتير. فتخيلوا بقى لو كان ده حصل، كانت الدنيا كانت هتبقى ايه؟ كان هيتراجع او على الاقل اضعف الايمان. لو ما كانش تراجع كان هيخليه يشارك وهو عنده شك فيه، والشك ده كان هيوصل للاعب نفسه وبالتالي ما كانش هيأدي الاداء اللي أداه. زيكو جاب 3 اجوان، 2 منهم اتحسبوا وفي اخر ماتش الجون الثالث ما اتحسبش، فهو ادى اداء رائع رائع. خليني كمان اقول لكم ان زيكو نفسه كان مثال برضو نفكر فيه. تخيلوا هو لو كان صدق الكلام اللي بيتقال عليه وصدق ان هو كبير في السن وان هو ما عندوش خبره وخلى الخوف يتملكه، ان هو داخل يلعب مع ناس عندهم خبره كبيره، ناس اكبر منه وبيلعب دوليا، فبالنسبه له قمه الرعب. لو كان استسلم للشعور ده كان ايه؟ كان هيأدي الاداء ده؟ ما اظنش ان هو كان هيأدي الاداء ده. اداء كان هيختلف، كان هيبقى مختلف جدا. حاجه مهمه جدا ان احنا نتعلم كده ان هي عمرها ما كانت بالسن ولا بالخبره، ولا بالسن ولا بالخبره، هو بتركيزك بسعيك بحاجات كتير تانية، حاجات كتير تانية بتفرق. تعالوا بقى نتكلم بقى بعد كده على محمد صلاح. محمد صلاح حاجه يعني اسطوره. محمد صلاح اسطوره محدش بيختلف عليه ولا حد هيختلف عليه. خليني اقول لكم بقى ايه اللي انا اتعلمته من محمد صلاح. محمد صلاح الفتره اللي هي قبل المونديال كان بيتعرض لضغوط شديده، ضغوط جامده جدا. بداوا يطلعوا كلام ان العقد بتاعه مع ليفربول قرب ينتهي وان هم مش هيجددوه وان هو مش عارفه ايه، حاجات كتير كده. في كلام طلع اصل هو سنه كبر، اصل هو مش عارفه ايه، حاجات كتير جدا. تخيلوا بقى لو حد زي محمد صلاح كان بيركز في الكلام اللي بيتقال وكان بيخلي الكلام ده يسيطر عليه وعلى تفكيره، كان اداؤه هيبقى كده، كان هيقدر يقوم بدوره، كان هيقدر يشجع الفريق اللي معاه. كابتن محمد صلاح برغم الضغوط اللي كانت عليه والكلام اللي كان بيتقال عليه كتير جدا وتعرض لاصابات وحاجات، ولكن ما تهزش شويه ولا اي حاجه، وادى دوره كداعم للفريق اللي معاه، كقائد ليهم. كان بيقدم لهم من خبرته ومن الدعم اللي هم محتاجينه في الوقت اللي هم محتاجينه ده. برغم من ان انا متاكده ان هو مليان افكار، عنده افكار وحاجات مش كويسه اتعرض ليها الفتره اللي فاتت، فحد غيره كان ممكن يتاثر. ولكن القائد الناجح ما بيتاثرش باي حاجه بتحصل حواليه مهما كان الامور مش في احسن حالاتها، ولكن انا بقدم الدعم للناس اللي حواليا اللي هم محتاجينه. الناس اللي محتاجين دعم انا بقدم لهم الدعم اللي هم محتاجينه في الوقت اللي هم محتاجينه. من الحاجات اللي انا اتعلمتها القائد الناجح صفاته ايه؟ ان هو ما يتاثرش بالاحداث حتى لو ما كانتش احسن حاجه ويفضل زي ما هو. خليني اقول لكم بقى اخر حاجه في اللايف، وحبيت اخليها اخر حاجه لانها اهم حاجه. كابتن اوفا مصطفى شوبير اتعلمت منه حاجات كتير بقى، حاجات كتير يعني، حاجات جميله،
حاجات ما كنتش متخيله ان انا هتعلمها من مصطفى شوبير بصراحه. خليني اقول لكم اتعلمت ايه. حاجه لفتت نظري جدا الاداء بتاعه. اداؤه كان رائع 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 برغم صغر سنه، ولكن اداؤه كان رائع. العالم كله بدا يتكلم عليه. طبعا انا مش هحلل، ولكن خليني اقول لكم ايه اللي انا اتعلمته من مصطفى شوبير. مصطفى شوبير من تقريبا 4 سنين. من 4 سنين مصطفى شوبير كان في لقاء، كان المذيع كان بيقول له علشان باباه شوبير، فبيقول له الناس بتقول انها واسطه يعني، ولا ابن الوز عوام. فراح هو راح قايل له لا، ابن الوز عوام، وهتشوفوا ان ابن الوز عوام. وكل الناس اللي اتكلموا عليا، كل الناس اللي اتكلموا عليا قدام هيشوفوني ويتمنوا ان هم يتصوروا معايا. الكلام ده قاله في لقاء من 4 سنين. لقاء طبعا متسجل، اي حد يقدر يشوفه، لو عرفت احطه تحت اللايف هحطه. متخيلين حد فكره يكون كده من 4 سنين؟ من 4 سنين هو ده تفكيره، وركز على هدفه 4 سنين. وشوفوا دلوقتي بقى فين، بقى في حتة تانية. دلوقتي هو في حتة تانية، دلوقتي بقى الناس كلها بتتكلم عنه. بيقال دلوقتي ان هم عايزين ياخدوه بره. حاجات كتير جدا عليه. 4 سنين مركز على هدفه. 4 سنين مش وقت كبير على فكرة. اجتهد، اشتغل على نفسه ووصل. دي اول حاجة انا لاحظتها فيه، تركيز. تركيز، هو مركز وعارف هو رايح فين. عنده رؤية كده وعارف هو رايح فين. ما قال لهم هيجي يتمنى يتصور معايا، كل واحد يتكلم عليا كلمة، وده مش بعيد، ده قريب جدا. هو قال كده في اللقاء، قريب جدا، وعارف هو رايح فين بالظبط. خليني بقى اقول لكم تاني حاجة في مصطفى شوبير. اما كان واقف وفي ضربة الجزاء مع ميسي، انا كنت خايفة عليه قوي قوي. آه، قلت حد بالخبرة بتاعت ميسي، عنده كام سنة، لاعب دولي وما شاء الله عنده حاجات كتير، والناس كلها بتتكلم عنه وشوبير لسه ومش عارفة ايه. كنت قلقانة قوي لما يعرفش يصدها. ما شاء الله، ايه ده صدها. صدها مع انه اصغر منه في السن، والخبرة اللي عند ميسي اكتر. نعرف ان هي ولا بالسن ولا بالخبرة. عنده ثبات انفعالي وتركيز عالي جدا. شوبير قدر يصدها، قدر يخلي الناس كلها يعني تفتخر بيه حقيقي. كمان مصطفى شوبير اتعلمت منه ان مهما كان الناس بتتكلم عنك، مهما كانوا بيقولوا مثلا اللي انت فيه ده واسطه، محسوبيه، اللي انت فيه ده اصلك ما تعبتش، اصلك اي حاجه، ما يتاثرش. انا مركز على هدفي، انا عارف انا رايح فين. دي حاجات مهمه جدا. احنا على فكره لو كل حد فينا ركز على الحاجات دي ان هو يطبقها في حياته، انه مهما كانت الحاجات عكسيه ما فكرش فيها، الاحداث سلبيه، حصل لخبطه وانا في طريقي للهدف بتاعي، ما بصلهاش، اكون مركز. اسيب الناس اللي تقول واسطه واسطه، يعني ما تاثرش باي كلام سلبي. كل دي حاجات انا اتعلمتها بصراحه ولاحظتها في المونديال دي واثرت فيا. وان انا ما اخافش ان انا اكون القيم بتاعتي اظهرها او اوضحها زي ما قلت. وبان في طريقه كابتن حسام مع اللعيبه. كل دي حاجات احنا لو مشينا عليها في حياتنا، كنا حريصين على ان احنا نطبقها في حياتنا، اكيد هتفرق معانا لو احنا كنا واضحين مع نفسنا، واضحين مبادئنا وافكارنا ومعتقداتنا كلها واضحه بالنسبه لنا، وبنشاركها مع الناس. فبقيت انا واضحه للناس، كمان واضحه لنفسي وواضحه للناس، هيكون له اثر كبير جدا عليا. خلينا متفقين ان كل اللي حصل ده كان اثره مش وحش، لا بالعكس خالص، كان اثره ايجابي جدا. برغم من انه هو يبان سلبي. كان في كومنت كان بيقول احنا اتظلمنا. مش شايفاها ظلم، مش شايفاها ظلم، شايفه ان احنا ربنا كاتب لنا ده، كاتب لنا ان احنا ما نكملش، ولكن كاتب ان حاجات تانية نكسبها. علم فلسطين يترفع، اسم مصر يعلى ويعلى ويعلى. العالم كله اتكلم على المنتخب بتاعنا، فاحنا ما خسرناش، بالعكس اللي خسر ناس تانية، خسروا مصداقيتهم، خسروا حاجات كتير. خليني اقول كمان بسم الله الرحمن الرحيم: عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. مش كل حاجة وحشة او تبان انها وحشة تكون وحش حقيقي. انا مبسوطه جدا بالمونديال، ومبسوطه الحمد لله باللي احنا وصلنا له. عمرنا ما وصلنا للمرحله دي، فانا مبسوطه جدا
إن إحنا قدرنا نوصل للمرحلة دي ونرفع اسم بلدنا ونرفع علم فلسطين ونتكلم على فلسطين بالحرية وبالوضوح ده زي ما حصل. فكل دي حاجات أنا سعيدة بيها جدًا ومخلّياني فخورة جدًا بمنتخب وطننا، فخورة جدًا بكل اللعيبة، ب ب بكل اللي دعموا الفريق بتاعنا، سواء بقى من دول عربية، سواء من الأجانب كمان اللي اتكلموا علينا من بعد الأحداث اللي إحنا شايفين إنها سيئة، ولكن ده خلّى ناس كتير أجانب تدعمنا وتقول لأ، وهي اللي اتكلموا بلسانهم هم عن اللي حصل والظلم اللي حصل. فخلّيني أقول لكم إن كل ده مخلّينا فخورين جدًا باللي إحنا عملناه وباللي إحنا وصلنا له. فخورة جدًا بمنتخبنا وباشكر كل اللعيبة على أدائهم وباقول لهم استمروا، إحنا وراكم. شكرًا ليكم. أشوفكم بقى في live جاي إن شاء الله.